ربنا كرمنا على كل خلقه، ولما خلق أبونا آدم قال له اسكن الجنة، مكاننا أصلا في الجنة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الغيب وعلمه المستقبل عرف إن سيدنا آدم هيغلط وإن إبليس هيعصي، فقبل ما يخلق سيدنا آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هي دي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربنا كتب إنه لو مشي على المسار الأول هتحصل له نتيجة، هيفضل في الجنة، ولو مشي على المسار التاني هتحصل له نتيجة تانية وإنه هينزل الأرض. كله باختيارك، ولكن نتيجة الاختيار ده أنت مش متحكم فيها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وده اللي اتذكر في حديث قدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث ده ليه آية مشابهة في القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. لما جات لهم مصيبة قالوا ازاي تجيلنا مصيبة واحنا مسلمين؟ قل هو من عند أنفسكم، ده بسبب ذنوبكم. من وجد خيرا فليحمد الله، لأن ربنا وفقه إن هو يسمع كلامه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. دايما ربنا في خطابه لنا بيقول لنا إن أي حد هتحصل له حاجة تضايقه بسببه هو. ربنا وضع قانون إن اللي هيتبع المسار الأول هيحصل له نتيجة، واللي هيتبع المسار التاني هيحصل له نتيجة. ولكن برغم كل ده ربنا بيقول لنا أحسن الظن بيا، أنا ما بعملش إلا خير. وسيدنا النبي يقول لنا المؤمن أمره كله خير. وفي حديث تاني: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وربنا يقول لنا أنا عند ظن عبدي بي، اللي هتظنه هعمله لك. يعني حتى لو اخترت المسار التاني وحصلت لك نتيجة مش عاجباك وظنيت ان ربنا هيخرجك. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. هنا ربنا بيأكد على الظن، بعدها ربنا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. بسبب ظنهم ربنا تاب عليهم. ربنا يقول لنا انا كرمتكم على الخلق كلهم، وبرضه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انا عايز لكم خير مش شر، يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا عايزك كده، عارف ان هو عايز لك خير مش عايز لك شر، وتحبه زي ما هو بيحبك وتحب عبادته، ما تبقاش تقيل عليك. ويقول لك تبعد عن الكبائر، تبعد. اللي بيحب حد بيسمع كلامه. مش انت عايز ان ربنا يحقق لك طلبك؟ ربنا قال لك فليستجيبوا لي، عايزني استجيب لك استجيب لي. ربنا عايزك راضي عنه زي ما هو راضي عنك، راضي عن اقداره وراضي عن حكمه. هو مش ربنا قال ان انت لو محققت الشرط الاسلام وشرط الايمان هيسرك للعسره وهينزل بلاء تكفيره عشان ترجع؟ لانه بيحبك وانت خالد في الاخره، ربنا يريدك في الجنه. ولا انت اصلا ما قريتش الكلام ده او مطنشه؟ بل ربنا حذر من سوء الظن وجعله ذنب من الكبائر، وقال لك اوعى تظن بيها غير الحق. ما تقولش وما تنسبش كلام لربنا ما قالوش، وما تقولش كلام على ربنا مش فيه. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. وبرضه سيدنا يونس لما عصى امر ربنا وربنا امر بعقاب ونزله في بلاء، لما نزل في بطن الحوت ربنا قال لنا ان هو خرج ازاي. اول حاجه خالص فظن ان لن نقدر عليه، ظن ان احنا مش هنسيبه في البلاء ده، مش هنضايق عليه. هل ربنا سابه؟ انا عند ظن عبدي بي. فربنا الهمه يعمل ايه؟ فقعد يستغفر ويسبح: اني كنت من الظالمين، انا ظلمت نفسي باني كسرت الامر. اعترف بالخطأ، البلاء اترفع. وربنا قال لنا في سورة يوسف ان كل القصص دي مذكورة عشان ناخد منها العبرة. ولكن هنا ربنا قال لسيدنا النبي: ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. اوعى تعمل زيه. لما هو كسر الامر انا نزلت عليه بلاء. معنى كده ان الانبياء مش معصومين من الخطأ، الرسل هم اللي معصومين. في فرق بين الرسول والنبي. الرسول هو المكلف بنقل الكتاب السماوي اللي هو كلام ربنا، ايا كان توراة او انجيل او قرآن او صحف ابراهيم. النبي بيعلم الناس اللي في الكتاب ده، وكل رسول نبي مش العكس. لو كان الانبياء معصومين ما كانش ربنا قال له اوعى تغلط زيه، ما كانش سيدنا يونس كسر الامر، ما كانش سيدنا موسى قتل نفسه بالخطا، ولا كان سيدنا سليمان الخيول شغلته عن الذكر، ولا سيدنا ادم اخطا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا انما انا بشر مثلكم. انما اللي معصوم من الخطا الرسول في نقل الرساله. ولكن هنا سيدنا يونس ظن ان ربنا مش هيسيبه في البلاء ده، لان ربنا يريد ليا اليسر مش العسر. فاكيد انا عملت حاجه غلط، ولكنها خير برضه. اني كنت من الظالمين. في البلاء اترفع: وكذلك ننجي المؤمنين. السيده مريم ظنت ان ربنا قادر يجيب لها الاكل لحد عندها في مكانها، وكان بيجي فعلا، وهي مش نبيه ومش رسوله. سيدنا زكريا اللي كان متكفل بيها استغرب: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا، جبتيه منين؟ قالت هو من عند الله، ده ربنا اللي جابه لي. اذا الظن اللي هتظنه في ربنا هيعمله لك. وسيدنا النبي وصينا: اوعى حد يموت الا وهو محسن الظن بالله، وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. دعيت خلاص ظنك يبقى خلاص استجيب. والظن الحسن صعب يجي لنفس مش مطمئنه، صعب يجي للي مش موقن في كلام ربنا. كانوا باياتنا لا يوقنون، مش مصدقين ربنا. ربنا بيقول لك انه على كل شيء قدير، قادر على كل حاجه، مش مطمن ازاي؟ كل الحكاية ان ربنا طلب منك شرطين ولازم تحققهم، ان انت تحقق شرط الاسلام وشرط الايمان. الشيطان دايما عايزك تبقى قلقان، ما تبقاش مطمئن، دايما خايف. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، دايما عايزهم خايفين، دايما يشغلك بافكار تخليك قلقان. يعني ربنا بيقول لك ان هو اخر الوسواس، يقول لك لا انا بدخل جوه جسمك، هتصدق مين؟
ما دخلش جسم سيدنا ادم ليه لما كان في الجنه وخرجه منها؟ ولا هو خرجه بالوسوسه بس؟ يقعد يخوفك من الحسد، واصلا ربنا بيحذرك من الحاسد عشان بيمكر لك، وان الحسد ده عمل قلبي. ما ابليس حسد سيدنا ادم، هل خرجه من الجنه بالحسد ولا الحسد حركه وبدا يمكر له؟ لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. اوعى تقول رؤيتك لاخواتك لحسن هيكيدوا لك، مش هيحسدوك، هم اصلا بيحسدوك. واما بنعمه ربك فحدث، ربنا بيقول لك اظهر نعمتي عليك ما تخافش. ولو الموضوع برضه مسيطر عليك، مش النبي عليه الصلاه والسلام قال لك المعوذتين تكفيك؟ اخر ايه من سوره البقره، ايه الكرسي تاج الذكر، وربنا اصلا قال لك لو وصلت لدرجه المؤمن انت في حمايتي. واهم حاجه توصل للنفس المطمئنه، ربنا بيقول لك اطمن في اله الكون، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. طب ده بالنسبه للنفس المطمئنه، طب الباقي الله اعلم. فالشيطان دايما عايزك خايف وعايزك دايما قلقان، وربنا بيقول لك اطمن في اله الكون وهو معكم اينما كنتم ان الله يدافع عن الذين امنوا. انت في حمايتي ما تخافش. ده لازم يبقى ظنك بربنا، وزي ما الظن الحسن ليه نتيجه، الظن السيء ليه نتيجه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، يعني اهلككم، هلكوا بسبب ظن فأصبحتم من الخاسرين. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. برضو ربنا بيأكد على الظن، خد بالك من الظن، إن بعض الظن اسم. اوعى تقول حاجة على ربنا هو ما قالهاش، اوعى تقول حاجة عكسها، انت كده بتكذب ربنا وانت مش واخد بالك. يعني ربنا قال لك إن الله على كل شيء قدير، قادر على كل حاجة. ما تقولش في حاجات لا، ربنا قال لك البلاء بسبب الذنوب، ما تقولش عكس كده، انت مش هتعرف أكتر منه. هو اللي بينزل البلاء وهو اللي بيرفع البلاء، بيقول لك بسبب الذنوب بل كبائر الذنوب. وما تقولش البلاء مش هيترفع، مين قالك؟ انت لو تبت ربنا هيتوب عليك، عشان كده قالك ما تقنطش. ولو ظنيت ان هو مش هيسيبك في البلاء مش هيسيبك، هيتوب عليك وهيدلك تعمل ايه. رب الخير لا ياتي الا بالخير. خليك دايما متفائل ومطمن وظانن بربنا ظن حسن. حتى البلاء اللي نازل عشان ترجع وتحقق الشرطين فتدخل الجنه، ده طلع بيساعدك. وهنا بعد ما ربنا ذكر لنا اللي ظن بيه ظن حسن وما سابوش، وذكر لنا اللي ظن بيه ظن سيء وبرضه ما سابوش، سالنا سؤال: فما ظنكم برب العالمين؟ هتظن انهي ظن؟ هتختار ايه؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء.